نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا. الأهلي معاه شباب بلوزداد وأورلاندو الجنوب أفريقي واستاد أبيجان الإيفواري، دي في المجموعة الثالثة. أما بالنسبة لبيراميدز معاه الترجي ومعاه سجرادا اسبرانزا ومعاه فريق كده ضعيف من اللي هو استاد ديوليبا المالي، ده اللي مع بيراميدز. اعتقد ان بيراميدز والترجي هيصعدوا مع بعض، واعتقد ان الاهلي في مجموعه سهله ممكن يطلع مع اورلاندو، لان شباب بلوزداد مش فريق قوي، يعني مش فريق قوي اللي يضايق الاهلي، واستاد ابيجان برضو مش فريق اللي يقلق الاهلي. اذا اتوقع ان صعود بيراميدز في مجموعته والاهلي في مجموعته. كل التوفيق للانديه المصريه في البطولات الافريقيه ان شاء الله. والماتشات طبعا زي ما احنا عارفين انها هتتلعب في شهر 12 باذن الله. كل التوفيق للاهلي وبيراميدز.